أنا مش ممثل، أنا عبقري، مفيش إحراج عني، هتحرجني همسح بيك الأرض. يغيب ويرجع من تاني بتصريح أقوى من الأول. الفنان محيي إسماعيل معروف عنه دايما خفة دمه وردوده غير متوقعة في لقاءاته التلفزيونية، فهو ظهر امبارح في حلقة من حلقات برنامج بره الصندوق اللي بتقدمه بشرى على قناة هي. وبشرى حبت تعرف منه رأيه في الفنان بيومي فؤاد بما إنه يعني من أشهر نجوم الكوميديا حاليا، ولكن محيي إسماعيل كان رده مفاجئ حبتين وقال لها أنا معرفوش، سمعت عنه لكن عمري ما شفت له حاجة والتلفزيون بقفله دايما. طبعا بشرى استغربت وقالت له ازاي يعني ما بتتفرجش على حاجه خالص، راح مدخلها في موضوع تاني وهرب من الاجابه. محيي اسماعيل دايما شايف نفسه انه مش ممثل وانه عبقري وبيفتخر بنفسه، وده خلى الناس تقول عليه مغرور، لكنه ما عندوش مشكله في ده عادي وهو بيقول على نفسه ايوه انا مغرور. وده الاسلوب اللي بيعتمد عليه في انه يضحك اللي قدامه، ومبدأه في الحياه مفيش احراج عندي، هتحرجني همسح بيك الارض. مدرسة محيي إسماعيل في الضحك مختلفة عن مدرسة بيومي فؤاد، في بيومي بيعتمد أكتر على فكرة الانتشار في الأعمال والكوميديا اللي طالعة من المواقف، مش اللي معتمد على التباهي بالنفس. وطبيعي محيي إسماعيل ما يكونش عارف، فبالرغم إن بيومي قريب شوية من عمر محيي إلا إنه من جيل مختلف في الوسط ذات نفسه، لأنه دخل الفن واتشهر وهو كبير. شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا يا ترى مين بيضحككم أكتر، بيومي فؤاد ولا محيي إسماعيل؟